السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جاي لكم النهاردة في فيديو جديد، ولو انت اول مرة تشوفني اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك عشان يوصل لك كل جديد من حلقات اركب الترند. النهاردة هنتكلم عن فوز الاهلي، والحمد لله الدقيقة 90 بلس 90 رجعت لنا تاني، عشان بس ما حدش يفتكر ان هو احتكار لحد او حد بيجيب في الدقيقة 90 وهم لوحديهم. لا، احنا كمان ده الترند بتاعنا اصلا. والحمد لله النهارده السبب في الترند دوت من اهم لاعبينا في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وهندعمه الكابتن مروان محسن. شرفتنا النهارده، ويعني مش هنقول احرجتنا لان احنا ما عندناش لعيب بيحرج جمهوره، بالعكس انت شرفتنا، ويعني ربنا كرمك النهارده واستمر واحنا وراك. فرحتنا النهارده، وبرده 3 بونت مهمين جدا في الدوري. الناس تقول لك اصل احنا عشان راكبين الدوري فالموضوع مش مشكله. لا، مشكله. احنا الحافز المعنوي اللي هياخدوه لعيبه يعني من الفوز دوت في الفتره اللي جايه ان شاء الله هيفيدنا. وعندنا يعني بطوله افريقيا قدامنا شهر. في خلال الشهر ده ان شاء الله مش هنكل ولا نمل، ومروان محسن جاي بشكل او باخر، وهيتحدى يعني هيتحدى اللي حصل بشكل مختلف، وان شاء الله نشوفه احسن مهاجم في مصر ويفيدنا ويفيد المنتخب ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للكابتن صالح جمعه، احب يعني احب الفتره اللي جايه يعني، او نتمنى كلنا كجماهير وان احنا نشوفه. وفي نفس الوقت احنا مش مستعجلين على ان احنا نشوف كابتن صالح جمعة. احنا عندنا حاجتين، يعني مش مستعجلين وفي نفس الوقت عايزين نشوفه. مش مستعجلين عشان احنا محتاجين، لان احنا لو ممكن ينزل دلوقتي الوضع يبقى مختلف معاه، يعني انا اسف يتحرق بالنسبة للجهاز الفني، وتبقى دي كارثة. يعني انا بالنسبة لنا تبقى كارثة، لان احنا محتاجين خدماته جدا جدا جدا. بالنسبه لكابتن صالح جمعه اتمنى نشوف الفتره اللي جايه وترجع برضو للجهاز الفني واحنا مش هنضغط على حد. احنا المفروض نبقى سبورت لكل الجهات، مش سبورت اللاعب. احنا المفروض نبقى سبورت للكيان. ده اول حاجه. تاني حاجه، النهارده برضو يعني عندي تعليق بسيط كده، يعني بسيط جدا كده على جيرالدو. كابتن جيرالدو، انا عايز اقول له يعني إيه وضعك في الملعب؟ المفروض تبقى احسن من كده. المفروض انت واخد فرصتك كامله، مفيش اصلا عندنا جناحات، فانت الحمد لله يعني واخد نصيبك وكفايه. المفروض تثبت وجودك اكتر من كده. يعني انا اسف، هو مذبذب جدا. يعني محتاجين برضو، لو هو محتاج سبورت احنا سبورت ليك، بس بعد ايه؟ يعني احنا محتاجينك في الفتره اللي جايه تثبت وجودك اكتر من كده. بالنسبه بقى لكابتن بادجي، يعني بصراحه يعني خلصنا فيك كل الكلام، جاي منك قوي. والنهارده انت كنت سبورت في ملعب حلو قوي، كان شكلك كويس جدا مع اللعيبه وحماسك ده يعني ما شاء الله. يعني منتظرين زي ما بيقولوا هجام هجام. في الفتره اللي جايه عندك ماتشات افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله تبقى فتحه خير علينا وعليك. وان شاء الله الكاس المحبب ده يخش النادي من جديد. بالنسبة بقى يعني لأحمد فتحي، الأمر غريب جدا. أحمد فتحي حاجة غريبة، يعني سمعتها النهاردة في تعليق كأنه لسه مجدد. يعني ما شاء الله النهاردة حتى في فرحته بالهدف، حتى في حرقته لما يعني الحكم بيصفر عليه، يعني غريب جدا. تحس انه رجع كأنه بيلعب في الأول، من أول السطر زي ما بيقولوا. ما شاء الله عليك احمد فتحي، منتظرينك برضو. احنا بنحبك، مشيت او بقيت احنا بنحبك، انت راجل محترم. اللي بيفكر في المادة يفكر، اللي بيفكر في النادي يفكر. اهم حاجة في الاول في الاخر مصلحة الفريق، مصلحة الافراد. كل واحد ليه مصلحته، هيمشي وهياخد مصلحته، لكن النادي هيفضل زي ما هو. و... وان شاء الله ان شاء الله الفترة اللي جاية النادي يوصل لمراحل كويسة جدا.
برضو يعني في حاجات كده عن على السوشيال ميديا دايره، وعلى يعني على النادي الاهلي بالاخص، ان في مندوبين النهارده راحوا بدعوه للنادي الاهلي مشاركه كابتن الخطيب، فتح يعني حبه حاجات كده في نادي الزمالك. طبعا اكيد الدعوه دي هتترفض. يعني ليه بنصطاد في الماء العكرة؟ انا مش عارف ليه بتصطادوا الاهلي في الماء العكرة. ليه يعني؟ ليه داخلين في اوقات ومدخلين الدنيا في بعضيها؟ كل واحد يركز في فرقته يا جماعه. واحتقان ايه؟ مفيش احتقان اصلا. والاحتقان ده اللي بدأوا ناس تانية مش احنا، وناس عايزه توقع الكيان باي شكل، والمصالح ناس تانية خالص. انا مش عارف في ايه يعني. ليه كده؟ ليه كل واحد بيفكر يهدم طموحات فريق يعني بطل افريقيا وبطل القرن، وبرضه مصرين يتدخلوا في حاجات اصلا ملهاش علاقة بالكورة؟ لو احنا فكرتنا في الكورة بس خلينا كورة بس، لو انتوا فكرتكم في السلة بس خليكم في السلة بس. كل واحد يخليه في الحتة اللي يقدر ينتج فيها ويقدر يشرف بلده فيها. احنا ما بناخدش حاجه من حد. من حقك تعترض، ومن حقك توصل لمرحله تانية من يعني مش عارف اقول من علم الحقد، ولا من حقك. كل ده من حقك. بس ما تجيش بقى على نادينا وتخشوا دخلات ملهاش لازمه، ويعني بتسبب توتر وشوشره على الفاضي. وفي الاخر يعني انا اسف بترجعوا لورا، والموضوع بيخلص. احنا الفترة اللي جاية محتاجين الهدوء والثبات للناديين الكبار، نادي الاهلي ونادي الزمالك. محتاجين الاستقرار، محتاجين الثبات. عندنا ماتشين مهمين جدا، وان شاء الله احنا نكسب، وان شاء الله فريق الزمالك يكسب، ونتقابل في نهائي كويس يشرف الكرة المصرية في افريقيا وفي العالم. احنا ده بيبقى كلاسيكو يعني، من النادر انه يحصل، فاحنا عايزينه يحصل. فلو انتوا عايزينه يحصل واحنا عايزينه يحصل، انا عن نفسي وعن الجمهور وعن الناس اللي اعرفها بنتمنى ان احنا يعني نوصل للمرحله دي، نقابل فريق الزمالك، نقابل اي فريق يعني من الاثنين موجودين، يبقى الموضوع بشكل او باخر مميز، وفي نفس الوقت يضيف للكره المصريه ويضيف لمنتخبنا. مش هنستفاد حاجه لما نسخن، مش هنستفاد حاجه لما نقول على اللعيبه كلام مش مظبوط، وفي نفس الوقت بتخلص بشكل مش حلو. طبعا يعني بهني الجمهور بتاعنا، وبهني نفسي، وبهني اللعيبه والجهاز الفني. في شويه حاجات كده ملاحظات يعني كابتن فايلر لازم ياخد باله منها. طبعا هو مش في ايده حاجات كتير، مش في ايده يعني الادوات اللي مساعداه، احنا كلنا عارفين كده. احنا محتاجين نرجع يعني نرجع بعض اللعيبه من الاعراض، هتفيدنا جدا الفتره اللي جايه. وفي نفس الوقت مش هتاثر على مش هتاثر على الشكل العام بتاع الفريق، لكن هتضيف له. بالنسبه برضو يعني للمهاجمين بتوعنا، انا مبسوط جدا النهارده بمروان محسن. هو تحدى اللي حصل في ماتش الزمالك، وفي نفس الوقت هو يعني بسطنا وفرحنا، ويا رب دايما يفرحنا كده. يعني انا بصراحه مش عارف اقول له ايه. انا مبسوط في الفيديو اللي فات ان انا كنت بدعمه، في نفس الوقت انا ما هاجمتوش يعني. لكن يعني حسيت ان انا كنت سبب، ما اعرفش، او انا مش سبب، بس هو ربنا السبب في كل حاجه. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون الوضع مختلف في النادي الاهلي، ويعني وان شاء الله نفرح كلنا. اختم حلقتي بقى ان انا يعني مستنيكم الفتره اللي جايه تشتركوا على القناه وتشرفوني وتشوفوا كل جديد. واسف ان انا لو ازعجتكم بالحاجات البسيطه دي، والفتره اللي جايه ان شاء الله نشوف حاجات احسن. سلام عليكم.